الناس عايزه تشتري بس مش عارفه تشتري ازاي، مفيش تول، مفيش تجمعات، مفيش فاهم، مفيش اجتماعات. البروكر شغلانه جميله يعني، وانا بحبها وكل اصدقائي ومعارفي فيها، وفي نفس الوقت شركات البروكرز بيشتغلوا معانا في المعارض. ان انت عندك حاجه جديده ظهرت عايز تصرف فيها عشان هتحقق نتيجه في المعرض. اصل انتوا دايما برضو عليكم مصطلحات كده تخوف، هو انتوا تبع مين، هو انتوا بتعملوا ايه، فاهم؟ كل اعمالنا لازم يبقى فيها حاجه مختلفه. لا انا عايزك تسخن كده، انا معاك اهو، انا سخن. تبقى حلقه كده. معانا حلقه من اصعب الحلقات اللي موجوده في حياتي، لان الشخص ده له فضل هو ما يعرفوش عليا، ساعدني في حاجات كتير جدا. انا بشوفه بالنسبه لي في العقارات بيعمل حاجات مختلفه، حاجات كرييتيف من اول ما طلع اصلا، ومن اول ما عمل ايفنت. مش عايز اقول ان هو صاحب اسمار عشان ما تبقاش صاحب التكيه اللي هو قال لي. معانا النهارده محمد الحسين. ازيك يا حسين؟ شرفت بيك حبيبي، عامل ايه؟ كتر خيرك. لا انا عايزك تسخن كده، انا معاك اهو، انا سخن. تبقى حلقه كده. قول لنا بقى الحسيني اداره الاعمال عمل ايه في حياته، بيعمل ايه دلوقتي؟ قول لنا نبذه كده. نبذه سريعه. مم. انا عملت ايه في حياتي عموما؟ انا ماركتير. بدات، انا خريج اداره اعمال جامعه القاهره. بحب الماركتينج من زمان جدا، هو ده شغلي شاغل دايما، ده مجالي يعني، وتخصصي ودراستي والكورسز اللي خدتها والكتب اللي قريتها ومجال عملي الدائم دلوقتي. وحاليا يعني فوكسد على موضوع الايفنتس، متخصص في الايفنتس بمفهومها الاكبر، يعني مش بس معارض عقاريه. بتعمل ايه يعني؟ يعني معارض، مؤتمرات، جولات، ندوات، يعني ايه جولات workshops. دي؟ يعني كان جينا في فتره كده وبدانا نلاقي ان احنا بنشتغل في القطاع العقاري، والقطاع ده بيحتاج نوع من انواع الجولات الاستثماريه، فاهمني؟ راوند فند يعني. اه. يعني انت شركه مثلا انت شايف ان هي عايزه تكبر اكتر، فبتدور على حد يجي يمول الشركه دي. لا انا لا، فاهم صح؟ مش بالمفهوم ده. يعني احنا عندنا تخصص، يعني عندنا احد الايفنتس بتاعتنا تحت مسمى انفستورز تورز، ان احنا بنعمل جولات للمستثمرين ارضيه وجويه. انت عارف ان احنا موضوع الطيارات الهليكوبتر ده احنا قلنا استخدمناه. انتوا معاكم حد تقيل في الدوله، اه. مين بقى؟ لا لا، ولا تقيل ازاي ولا انتوا حاجه. الشركه الوحيده اللي بتطلع طيارات هليكوبتر؟ هي الفكره جت بسبب ان هي جت قبلها فكره تانية، ان احنا عملنا ايفنت في باصز، في اتوبيسات. ودي كانت بذره فكره الطيارات. ان لما جت كورونا مم. كان عندنا ازمه كبيره، ان احنا شركه ايفنتس عاملين زي بتوع السياحه كده، فما فيش تجمعات، ما فيش قاعات، ما فيش فنادق، فالموضوع بقى خلاص ازمه، احنا قاعدين في البيت مش لاقيين حتى شغل. مم. مش فكره هنشتغل من البيت، احنا ما فيش شغل نشتغله، احنا شغلنا قائم على التجمعات، فاهم قصدي؟ ف... فانا قعدت اسال نفسي كتير هنعمل ايه، يعني هنعمل ايه في الموضوع ده، لحد ما لقيت ان في اجابه اسمها ان الشارع مفتوح لسه، يعني فبنعرف نعمل حاجه في الشارع يعني. مم. لدرجه ان انا لما بدات اسال ناس اصدقائي ايه رايكم نعمل ايفنت في الشارع، قالوا لي هتعمل صوان وهتعمل مائده يعني. مم. جت فكره الباسز من هنا، ان واي نوت ان انا اعمل ايفنت العملاء العقاريين اللي جايين يعني انترستد ان هم يسمعوا اوفرز عقاريه يركبوا باص، مم. ونطلع نعمل برزنتيشن في الباص، ونروح نعمل سايد فيزيت بالباص، مم. ونعمل لهم ضيافه في الباص. فعملنا الفكره دي وجبنا دي سنه اول كام دي؟ من حوالي 4 سنوات بعد كورونا على طول، في 2020 نهايه 2020. وجبنا اول ايفنت عملناه، جبنا 33 باص سياحي كبير مكيف بقى وسكرينز ومايكس، وجبنا مضيفات جوه كل باص، وعملنا يعني ايفنت لطيف وشارك فيه مجموعه من المطورين. كان كام مطور معاك ساعتها؟ مش متذكر، هتلاقي تقريبا 15 20 مطور حاجه زي كده. وطلعنا العاصمه وطلعنا التجمع عند البروجكتس المشاركه في الايفنت ده، وعملناه مرتين. يعني لما المره الاولى جاب نتيجه ولقينا الناس إقبال. مهتمه، انها الناس عايزه تشتري بس مش عارفه تشتري ازاي، مفيش تول، مفيش تجمعات، مفيش فاهم، مفيش اجتماعات. فكانت بالنسبه لهم فكره لطيفه، سبيشالي ان كان فيها عنصر السايد فيزيت، يعني انت اركان البيعه موجود. اولموست متكامله. فعملناها مره وعملناها مره تانية. طب ليه حسيني بعد لما شاف النجاح بتاعه ده ما عملش شركه بروكر؟ السؤال ده بيتسالي كتير قوي 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 قوي. مع ان انا عارف ان انت لو فتحت شركه بروكر مش هتعرف تعمل معارض. مش موضوع عشان مش تعرف، لا مفيش، يعني ممكن ده وممكن ده. انا من يعني بقالي يجي 6 7 سنين بتسال السؤال ده، ليه ما بتفتحش بروكر، ليه ما بتفتحش بروكر. البروكر شغلانه جميله يعني، وانا بحبها وكل اصدقائي ومعارفي فيها، وفي نفس الوقت شركات البروكرز بيشتغلوا معانا في المعارض، بيجوا بيجيبوا العملاء بتوعهم، فبيبقوا احد ادوات النجاح.
بس انا اولا مؤمن بتخصصي جدا. لو إمم. كل شركه تشتغل از سيرفيس بروفايدر فكرت انها تبقى بروكر، كل الناس هتبقى بروكرز يعني. فانا مؤمن بالتخصص بتاعي، وحاسس ان انا قادر اد فاليو للماركت ولنفسي ولشركتي. ف... فلو اشتغلت بروكر هيمنعني عن حاجات كتير زي في شغلي، هياخد من جزء من وقتي ومجهودي وتركيزي والكلام ده. وفي نفس الوقت انا بحب اشتغل في بيئه معينه، بيئه هادئه. يبدو من شغلي ان هو كتير، بس انا بحب البيئه الهادئه، ما بحبش فيه احتمالات أنتم بتتعبوا 3 أيام بس بيبقى لها قبلها تحضير 3 شهور. حاجات زي كده. بس في التحضير أظن إن أنت ما بيبقاش عليك نفس الضغط اللي هو ال3 أيام، فأنت عايز تتعب 3 أيام وتريّح 3 شهور. مش دي بس وجهة كده، نظر حسيني؟ ده جزء من الاسباب، بس في يعني البروكر دايما عنده صراع مالي بينه وبين العملاء، وبينه وبين البروكرز اللي بينافسوه، وبينه وبين فريق العمل، وبينه وبين المطور والكوميشنز هذا الصراع غير لائق على شخصيتي. انا ما بحبش طب أنا الصراعات عايز أسأل الماليه سؤال يعني. يعني هو بما إننا تطرقنا للأموال، أنت بتكسب منين؟ من الdeveloper إن هو يدّيك أرضية وفلوس أزيد إن أنت بتجيب له traffic والّا بتكسب commission مع الdeveloper؟ لا، انا زي كل الشركات اللي بتعمل معارض وايفنتس، بناخد يا اما فيز، لو انا سبونسرشيب فيز يعني، لو احنا ده كونفرنس. احنا عندنا مؤتمرات، احنا برضو عندنا لاين تاني بتاع الانفستورز هاب يعني، ده بيبقى سبونسرشيب فيز. المطورين بيدفعوا لنا فلوس، او الرعاة بشكل عام بيدفعوا لنا فلوس مقابل المشاركه في الايفنتس دي. او لو معرض بيدفعوا لنا بالمتر، واخد مني ارضيه زي ما انت بس قلت. أنت ما بتخشش commissions خالص، لا، هي fees. اصل أنا ما عنديش تيم سيلز، واحنا مش شغالين بروكر، ما بقاش عارف حجم البيع وصل لايه، فاهم؟ فدي خلاص انا مؤمن ان احنا ده تخصصنا يعني، فما بلعبهاش كوميشن بيز يعني، لان احنا مش شركه بروكر. في نفس الوقت احنا معارضنا بتبقى مفتوحه للبروكرز، فالبروكر بيجيب عميله ويخش هو يبيع، واحنا ما بناخدش حاجه من البروكرز، في الاخر باخد الفيز بتاعتي من الديفلوبر. خلّيني أسأل السؤال ناحية تانية، أ النهارده أسمرات صح؟ اثمار. إثمار، ليه ما طلعتش برّه العقارات؟ يعني بما إنك أنت ده تخصصك وأنت بتعمل معارض و وrounds وكلام جميل أوي، ليه ما عملتوش في الميديا، ليه ما عملتوش في الطبي؟ اتعرض علينا حاجات إمم. كتير في سيكتورز، في الانشورنس، في الميديكال، في الفرنتشر، وات ايفر. بس في الاخر التخصص كويس. العقارات ده بيتنا ومجالنا وقطاعنا اللي بنفهم فيه، اللي قادرين نحقق فيه فاليو. ف... وفي نفس الوقت السوق مستوعب كل افكارنا وكل الايفنتس اللي احنا بنعملها. ما فهمتش الحتّة دي تاني كده معلش، أصل أنا فهمي على قدّي. علشان نخش في سيكتورز تانية لازم نكون مذاكرين السيكتور ده جدا، وعارفين مين المنافسين يعني بتوعنا. ممكن يبقى عليك صعب، مع إن أنا شايف إن في شركات كتيرة جدًا كانت بتعمل الحاجات دي وبقت تخش real estate. مش فكرة صعب، اكتر متفرغ. يعني انت قادر تقدم اكتر. احنا مش شركة معارض، لو عندنا جاست معرض بنعمله في السنة للعقارات كنا ممكن الكباستي بتاعتنا تتحمل ان نعمل معارض لمجالات اخرى. اما احنا عندنا كل كوارتر اكتر من ايفنت في كذا دولة، فما بقاش عندنا آه. الكباستي ان احنا نخش في مجالات تانية. فاحنا فوكسد على السيكتور العقاري، بننمو فيه. اتحركنا فيه من مصر لبره مصر، فبقى عندنا تشالنج جديد، ماركت جديد على نفس السيكتور العقاري، بس عايز أفهم في حاجة اسواق كده، تانية. هو جه في فترة كده أنت عينت حد رئيس مجلس إدارة الشركة، صح؟ مش عينت، هو ده المهندس فتح الله فوزي. آه. كلمنا آه، عنه أكتر عشان ال- هو قامة كبيرة، بس أنا يعني طبعا عايزك أنت طبعا اللي تتكلم. طبعا. هو الموضوع بدأ من المهندس فتح الله طبعا سبيكر. ممكن تتكلم هنا عشان هنمنشنه، اتكلم أنا هنا. باستغل. المهندس فتح الله يعني انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، وبتعلم منه كل ما بقابله، كل ما بسمع اي حاجه بيتكلم معايا فيها. آه، هو راجل اتحرك من مقاولات لمطور لاستشاري يعني اتحرك في حاجات كتير قوي. مفيش مطور قدر ان هو يبقى عنده التايتلز دي والاكسبيرينس دي في الماركت اهم. خالص، شهاده السوق كله، وده اللي مخليه ملقب بشيخ العقاريين يعني. الفتره الاخيره، السنوات الاخيره، تقريبا كل الايفنتس الكبيره والصغيره بتستضيفه وتتشرف ان هي يبقى موجود المهندس فتح الله كمين سبيكر او مودريتور او كده. فده السبب اللي خلانا نلتقي. احنا في 2018 تقريبا، ده كان اول ايفنت نستضيف فيه المهندس فتح الله على انه سبيكر اساسي في الجلسه اللي كنا عاملينها في الايفنت ده. بعدها بسنه عملنا ايفنت تاني،
طلبنا منه يبقى موجود وهكذا. وهو ما صراحة بيسبورت اي حد بيشوف ان هو قادر يقدم حاجة للماركت يعني. ففضلنا بقى نعمل ايفنتس ونستضيفه ونعمل ايفنتس ونستضيفه لحد ما بدأنا نستضيفه في الايفنتس اللي بتتعمل بره مصر. لما بدأنا اول ايفنت بره طلبنا منه يبقى موجود معانا. يعني انا بتعامل مع المهندس فتح الله انه رمز للسوق العقاري كله، مش رمز الاستثمار او للايفنت ده او للبلد دي، بالعكس يعني. وده يعني اتعلمنا منه حاجات كتير وساهمنا، يعني ساهم معانا كتير بره، سبيشالي ان احنا شركه شباب، فدايما بنعمل حاجات كبيره واحنا شباب، فدايما المشاهدين للموضوع ده سبيشالي المستثمرين في الخارج لما يشوفوا بقى لا حد كبير بيتكلم على الستيج غير لما يشوفوا شباب صغير، يعني بتفرق جدا في الكريديبيلتي، سبيشالي احنا بنتكلم بلسان القطاع العقاري، بلسان مصر، فالموضوع ده كبير يعني. اكبر مننا. فلما بدأنا نسافر بقى ونحتك ببعض اكتر انا وهو، احنا اللي طرحنا عليه فكره طب واي نوت يا باشمهندس ان يعني بعد تواجدك معانا في معظم الايفنتس بتاعتنا ودعمك لينا ويبقى في نوع من انواع الشراكه، واحنا شركه شبابيه نتمنى ان احنا نتطور ويبقى بيدينا يعني توجيه حد اكبر مننا عشان ما نحسش دايما ان احنا لينا سقف، لا يعني لسه في اكتر نقدمه. وهو كان مؤمن بينا جدا ومؤمن بتحركاتنا وباختلافنا، وهو بيشارك في ايفنتس كتير وشايف ان اسمار لا بتقدم يعني فاليو مختلفه. ما ترددش صراحه ووافق بان احنا يعني يتم تنصيبه رئيس مجلس اداره غير تنفيذي في الشركه، ويبقى لينا شير في وقته وفي مجهوده وفي افكاره وهكذا. ومن وقتها واحنا بنفكر بشكل مختلف، يعني برضو لما تحط الفكر الشبابي مع فكر حد زي المهندس فتح الله بيطلع نتيجه افضل. مختلفه. لما اعلنا ده الماركت شافنا بطريقه مختلفه، سبيشالي الماركتس الخارجيه اللي هي مش عارفاك قوي، فتهتم مين رئيس مجلس الاداره او مين الرمز الاكبر في الشركه لما يعرفوا ان حد زي المهندس فتح الله بسنه وخبرته وعلاقاته واسمه في الخارج، برضه اسم المهندس فتح الله في الخليج زي اسمه تقريبا في مصر، فمعروف. فدي اضافت لينا وحركتنا في نفس الوقت، اضافت للباشمهندس فتح الله خبره الشباب وافكار الشباب انتوا المفرمه يعني اللي بتجروا وهو بيخطط فحصل وين وين يعني بالظبط. يعني طب خلينا نرجع كده للجانب بقى الحسيني. انت النهارده بتلف الخليج وقطاع الخليج، بيتك بقى بتديله ازاي الوقت والمجهود والبالانس ده؟ يعني كلنا بنعاني من نفس المشكله بتاعت التوازن، ان انت بيبقى عندك اهداف كتيره في حياتك واركان كتير عايز تقدم فيها في شغلك وفي حياتك وفي لاهلك ولبيتك فاهم يعني، ودراستك وتطويرك وخلافه. ففي ايام بيبقى فيها ضغط شديد. احنا شركه ايفنتس، وايفنتس دي يعني حاجات موسميه، بيجي عليك شهور بتبقى مركز في ايفنت جاي كبير او جديد او في مسؤوليه كبيره عليك، فبتفضل فتره كبيره مركز فيه لحد ما ينتهي على خير. ممكن بعدها ايه يعني يحصل هدوء، بقى عندك وقت لاسرتك اكتر، لزوجتك، لنفسك، لدينك، فاهم؟ فيمكن دي شغلانه، وشغلانه دي يعني دي اكبر صعوبه فيها واكبر تحدي ليا على المستوى الشخصي. يعني في ناس ممكن ده بالنسبه لها ما فيش مشكله منه، لكن انا اللي بعاني جدا من الحته دي. انا بسعى دايما للتوازن. يعني ايه اللي بيجي في الاولويات، البيت ولا الشغل؟ والله يعني حسب. انا انسان عموما بسعى للتوازن حتى لو مش بحققه. في ناس بتبقى مستسلمه تجاه الشغل او مستسلمه تجاه البيت او مستسلمه تجاه هوايه او شغل او لعب او حاجه بيعملها. انا بسعى للتوازن، احيانا مش بحققه. كلامك دبلوماسي قوي، مش عارف اوقعك، فاهم؟ مش لا عايز لا اوقعك بس يعني لا والله مش دبلوماسي، كلامك من كتر انا واضح بقول لك الناس والبروتوكولات اللي انتوا بتعملوها. هقول لك طيب هقول لك الدنيا معلومه المنظمه ادق دي يعني. لا انا الفتره الاخيره يعني من حوالي 6 سنوات لحد سنه كان عندي اولويه الشغل اكتر صراحه، لان كنت في وضع مسؤوليه كبيره، وفي نفس الوقت كنا بدانا في الخليج شغلنا بشكل جاد وايفنتاتنا بدات تتحول من ايفنتات ميديوم للارج، يعني بدا الموضوع ياخد سكيل تاني، فده خلاني يبقى اولويه عندي الشغل. انا بس قبل ما نرجع لحته التوازن دي هسالك فيها تاني، بس انا عايز اعرف انت ازاي بتقيس نجاح الشركه وانت بتعمل ترافيك على ايه توصل؟ ترافيك على المعرض، ترافيك على الجوله، ترافيك يعني انت النهارده عامل بص معرض هو في الاردن اللي هو اللي جاي ده. بص هو الترافيك ده
يعني عنصر من عناصر او مقياس من مقاييس نجاح الايفنت، يعني مش المقياس الحقيقي الوحيد. يعني انت لو عملت ايفنت فيه ترافيك كبير بس كواليتي الزائرين مش احسن حاجه، فبرضه دي مشكله. لو المنافع كلها مبيعات فقط فدي مشكله، فاهم؟ في نفس الوقت احنا مش بتوع معارض فقط. يعني انا عملت في الخليج ايفنتس استثماريه، انا بدعي ان هي فرقت كليا في منظور المستثمرين في الخارج عن مصر. زي ان احنا اجتمعنا في ايفنتاتنا باكتر من 5-6 آلاف مستثمر من الامارات والسعوديه والكويت وقطر، دول مهمه يعني، والبحرين. لما شركه زينا في ايفنتاتها تجتمع بحوالي 4 أو 5 أو 6 آلاف مستثمر ورجل اعمال وتاجر ومقاول ومطور ومسوق عقاري خليجي، ويبقى كل هدفها ان هي بتتكلم عن مصر وعن العاصمه وعن الفرص الاستثماريه لصالح المطورين المصريين، انا بعتبر ده في حد ذاته يعني انجاز مش بس مجرد نجاح. لان كل الشركات اللي بتعمل معارض بتبقى هدفها في حد الاول. بيدعمكم من الدوله بقى؟ لا الدوله بتدعمنا زي كل المعارض اللي هي شايفه ان هي مثمره للدوله، يعني مش مفيش دعم مباشر. عشان الموضوع ده اكتر من حد يعني كان بيشير لي ان عشان موضوع طيارات الهليكوبتر او الرعايات الحكوميه او الكلام ده، لا مفيش دعم مفيش فلان ليه مصلحه معانا يعني خالص. يعني هي الفكره ان احنا قدرنا نخترق اسواق بطريقه مختلفه، وقدرنا نجيب نتائج مباشره وغير مباشره. فبدا يبقى فيه اهتمام بينا، يعني فاهم؟ احنا الناس دي بتعمل حاجه مختلفه يعني. الناس دي بتعمل حاجه مختلفه، وفي نفس الوقت احنا بنعمل مجهود يوازي مجهود الحكومه. يعني انا ادعي ان شركتنا اتكلمت عن العاصمه الاداريه واظهرتها للسوق الخليجي اكتر من اي جهه حكوميه في مصر. يعني مع ان ده مش مربح لينا بشكل مباشر، يعني الناس دي لما تحب تستثمر او يتم تحسين صوره الاستثمار العقاري في مصر مش هيرجع لينا بشكل مباشر في افاده. بس في نفس الوقت انا شركه وشغال في المجال العقاري، ويهمني ان انا اقود دايما منافذ جديده والكلام ده، فلو قدرت احقق النتائج دي ده بيرفلكت علينا بوزيتيف جدا. طيب خلينا نرجع لحته التوازن، وبعد كده اسالك عن الشركات بقى اللي بتقدم لكم دعم، ولا مفيش حد بيدعمك؟ لا مفيش التوازن. زي ما قلت لك انا جيت فتره عليا كنت عندي اولويه كبيره في حياتي كانت الشغل، لان كنت يعني بخش بلاد جديده بطلع برودكتس او منتجات او ايفنتات مختلفه في الشركه، فكانت فتره بناء، وبطلع كوادر في الشركه تشيل البيزنس لاينز اللي احنا بنتحرك فيها. الفتره الاخيره بدات شويه لا يعني عارف ايه، خلاص كده فتره فيها ضغط شغل، بدات احاول ان انا انقل خبراتي ومعلوماتي وعلاقاتي للكوادر اللي معايا، على اساس ان انا اريح شويه. مش اريح دي معناه ان انا يعني هانتخ، يعني ان انا احاول احقق التوازن. يعني انا عندي بيتي مهم جدا، وعندي اولادي وعندي امي وعندي اخواتي وعندي فاهم بقيت اهلي، فده جزء مهم عندي. الواحد نفسه ودينه وتطويره لنفسه والكلام ده كله، ففي حاجات انت بتبقى مفتقدها جدا. فالفتره الاخيره دي السنه والسنتين اللي فاتوا ده كانت فتره انا بدعي ان انا قربت من فكره التوازن او حققت فيها يعني كويس، شوط ما عليك الا كويس يعني. السعي، يعني انت بتسعى بالظبط للتوازن، ده بالظبط. ده حاجه كويسه جدا، بح- قد ما تبقى مايل اكتر للشغل، لان بحاول بقى معظم الفتره دي احاول التوازن ده العاده، يعني ده المجهود بقى القادم ان انا اوازن بين الامور كلها. بس عايز اوضح لك ان حتى الوقت اللي انا كنت فيه فوكس على الشغل اكتر او اولويه اكتر، مش معناه ان انا بلهس وراء النجاحات والعوائد والايرادات والنجاحات والعلاقات والسمعه وخلافه. يعني انا مش شخص بيسعى وراء ده بشراهه خالص. يعني انا ما يعني انا شخص انا مقتنع ان على الله الحياه دي حكايتي. بالظبط. يعني احنا كلنا على باب الله و... وده رزق الفلوس ليه كل ما والعلاقات تتصور تعمل كده او تعمل كده يعني؟ تعمل كده. يعني آه، دي كنت في ايفنت صعب جدا 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 و... وطبعا انت صاحب الايفنت ده بيبقى مضغوط 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 غير الزائرين صاحب والضيوف. الفرح زي صاحب الفرح الفرح كده. ودايما انت بتبقى مطالب جوه الايفنت تتصور مع الناس وتتصور مع الشركات وبتاع عشان تعلن ده لاحقا يعني. فانا كنت ببقى مثلا بقالي يومين وثلاثه ما نمتش، بمعنى كلمه ما نمتش، فببقى مرهق جدا. فبقيت لما اجي اتصور ببقى شكلي منهك. فجيت في مره خدت قرار ان انا لا انا
هحاول اشجع نفسي او اشحن باور كده في الصوره في الصوره، عشان وانا بتصور ابقى يعني كاني مش بس بتصور، انا بدي لنفسي باور كده يعني. فالوقفه دي مهمه عندي، ودي كان انا مسميها وقفه جاهز. يعني لو سالت الناس كتير عارفين ان الوقفه دي اسمها جاهز، ان انت جاهز، عارف يعني لما بتيجي تجري او بتيجي تعمل حاجه تاخد انت وضع الاستعداد. تاخد وضع الاستعداد. فدايما بحب اتصور كده، بحس ان انا دايما جاهز يعني، فاهم؟ فمن ساعتها بقت عاده، فبرتاح فيها. لما بشوف نفسي في صوره، لما برفعها على السوشيال ميديا بحس ان انا جاهز، فدايما الصور دي بتفكرك بتديني باور. بالظبط، ده احسن وضع انت اتصورت فيه فعايزه على طول. عايزه على طول، عايز افضل دايما جاهز لاي تحدي، لاي شغل، لاي بيزنس، لاي اوبورتونيتي. فدي حاجه ده حلوه احنا يعني. لازم نتصور الصوره دي بعد اكيد. البرنامج. بص خلينا نقول ايه الشركات اللي انت شايف ان هي اسهل دي يتعمل. يعني انت لما بتروح تقول لهم انا رايح الاردن، أنا رايح باريس، انا رايح امريكا، دول انت حاططهم في جيبك ان انت تعمل معاهم دي. بص، هو بدون ذكر اسماء، احنا الحمد لله في شركات كتيره جدا. يعني انت مثلا خلينا نقول نسبه، انت عندك 20 شركه منهم 30% مثلا انت اصلا عارف ان هم لما يطلعوا هيطلعوا معاك. بل بالعكس، انا في لا، الاونه الاخيره اكتر حسيت من ان كده. اسمار مش بينزل معاها نفس الاسامي اللي كانت بتنزل معاها قبل كده، لان ما حققوش مبيعات، بقوا يروحوا مع ناس تانية. معلش السؤال ده بره المنهج بس لا مفيش مشكله. هو بص، اولا مفيش، لو هنتكلم على مستوى المعارض، مفيش معرض حقق نجاح ل 100% من المشاركين فيه يعني. ده طبيعي. فطبيعي ان انت لو مشارك معاك 30 شركه، اي معرض بتاعنا او اكبر معرض في مصر او في العالم يعني، لو مشارك معاك 30 40 شركه، لو انت خدت فيدباك منهم هتلاقي الفيدباكس مختلفه، مع ان هو نفس المعرض ونفس الزائرين ونفس كل حاجه. صح. بس انت بتبقى عندك بقى ايه، ان المعرض ده المطور ده وفق معاك عشان كان عامل اوفر، ده وفق عشان التيم بتاعه كان مصحصح، ده وفق عشان البروجكت بتاعه في مكان مطلوب للزائرين، وده ما توفقش علشان الزائرين مش فيتنج عليه، الكواليتي بتاعت الزائرين اعلى او اقل من احتياجاته، او الناس دي كانت طالبه في مدينه تانية، او مشروعات عايزه ريدي تو موف وانت اللي عندك اوف بلان، او عايزه اوف بلان واقساط طويله وانت عندك ناس عندها ريدي يعني. فالميكس ده انت عمرك ما هتقدر تصنعه تعمل ساتسفاكشن لكل كل الناس. الناس. فطبيعي ان اي معرض عقارات، وده لو سالت اي مطور بيشارك في معارض كتير جدا، هو عنده الاكسبيرينس الكافيه اللي تخليه فاهم انه هيشارك في المعرض ده السنه دي هينجح، المعرض نفس المعرض السنه اللي بعدها ممكن يجيب نتائج متوسطه، ممكن لا قدر الله يعني ما يحققش حاجه، وده متعارف عليه. بس احنا الحمد لله في فرق بقى بين معرض طياري ومعرض مستمر ومستقر. المطور اللي بيشارك في معرض واثنين وثلاثه، نفس الشركه اللي بيشارك معاها مره واثنين وثلاثه، ومره تبقى نتائج مبهره، ومره نص نص، ومره مش احسن حاجه، هو ما عندوش مشكله مع المعرض ده. بتكلم بلساني وبلسان اي منظم معارض يعني، لانه عارف ان هو عمل اللي عليه، عامل ماركتنج صح، مختار لوكيشن صح، مختار توقيت صح، عنده فكر، عنده اراده، عنده اصرار انه ينجح معرضه. فما عندوش مشكله انه يخاطر معاك ويشوف انت هتقدم ايه. الفرق بقى ان احنا في اسمار نسبه المخاطره اعلى بوضوح يعني مش يا ضم يا مفيش. لا مفيش، على فكره مفيش حاجه اسمها يا مفيش يا احسن حاجه يعني، مفيش النتائج اللي هي يا ابيض اسود يعني. المعارض دايما بتحقق. امال هو بيخاطر يعني ايه؟ هقول لك نسبه الريسك عندنا اعلى شويه ليه من بقيه المنظمين، لان احنا في اثمار واخدين السياسه بتاعت الافكار الجديده. يعني لو هتلاقي كل اعمالنا لازم يبقى فيها حاجه مختلفه. ليه؟ لان لو احنا كلنا عملنا كل حاجه فاحنا كلنا شبه بعض. صح. فاحنا واخدين السياسه دي مستقرين عليها بقالنا تقريبا 12 سنه. الحمد لله ان احنا قادرين نفضل مستقرين ومستمرين عليها، ان احنا مقدمين حاجه جديده. الحاجه الجديده دي دايما بيبقى فيها مخاطره، ان انت بتبقى مش عارف ممكن تفلت في ايه، او ايه المشاكل اللي هتقابلها. يعني احنا عندنا المصيبه فين؟ يعني احنا عندنا ايفنت في الاردن. الاردن ده اول مره يتم استضافه معرض عقاري مصري، او ايفنت عقاري مصري، او اي حاجه نشاط عقاري مصري على ارضها منذ التاريخ. يعني مفيش اي حاجه تمت في الاردن قبل كده. لما بتيجي شركه زينا وتروح تعمل السيرفيز، ما عندهاش احصائيات، ما عندهاش مؤشرات، ما عندهاش نتائج سابقه تبني عليها، وبالتالي
المطور عارف ان هو بيخاطر معاك، هو كمان ما يعرفش، واحنا بنروح نقول له المؤشرات والارقام بتقول النتيجه هتبقى ايجابيه، بس ما عندناش حاجه تثبت ده. لما وبقول للمطور قادر تدخل معانا اتس اوكي، مش قادر خليك المره اللي بعدها، لما نخلص المره نعمل الاولى احنا نتائج. نطلع نتائج نبقى فاهمين انتوا كويس. احيانا ممكن تخسروا في معرض. خسرنا قبل كده، خسرنا ازاي وانت اصلا بتبقى طالع معاك عدد من العارضين دافعين فلوس؟ لا يعني احنا مره خسرنا خساره كبيره كانت بسبب التعويم. كان عندنا معرض في الرياض، والتعويم تم قبل المعرض باسبوعين، وكنا خلاص حصلنا كل فلوسنا من المطورين بالمصري بقيم معينه، والتكلفه تضاعفت اثناء الفتره دي بسبب التعويم، فده كانت سبب خساره. انت ما بتلمش بالدولار؟ لا ما كناش ما حدش كان بيتعامل بالدولار اصلا قبل التعويم، يعني كلنا كنا بنشتغل بالمصري حتى لو معارض دوليه. يعني دلوقتي لا مركزين بقى، لو هعمل معرض دولي بربطه بالدولار عشان لو حصل مش عارف ايه في النص نبقى عاملين احتياطاتنا يعني. احيانا برضو مره قبل كده خسرنا بسبب المصروف التسويقي. احنا ماركتيرز، والماركتير دايما ما بيعرفش يمسك نفسه في المصروف التسويقي. يعني لو جات له فكره يبقى حاطين بادجت وحاطين بلان ومحكمه، بس ممكن في النص تجيلك حاجه ازمه اوبورتيونيتي، لا مش ازمه، ان انت عندك حاجه جديده ظهرت عايز تصرف فيها عشان هتحقق نتيجه في المعرض، فما بتعرفش تمسك نفسك تقول لا هوفر يعني. خصوصا ان احنا من الشركات اللي انا بدعي ان احنا بنجتهد بزياده. يعني تلاقي المعرض بتاعنا مش معرض عباره عن قاعه حمله اونلاين والموضوع بيخلص، لا بتلاقينا في النص كميه اكتيفيتيز كتير وكونفرنسز على هامش المعرض وافكار تسويقيه وممثلين ويعني بزياده يعني دسم. حتى التيم عندي بينهك، بنيجي بعد المعرض ناخد اجازه اسبوعين وثلاثه عشان خلاص تعبوا. فاهم قصدي؟ فده بيصرف، بس مش لدرجه ان احنا بنخسر. يعني زي ما بقول لك دي كيس ولا كيستين قبل كده حصلت ان احنا خسرنا، بمعنى كلمه خسرنا، بس احنا من الشركات اللي مش بتكسب كتير جدا في معارض بتبقى المصروف بتاعها قاعه وحمله اونلاين وخلاص. حتى في الحمله الاونلاين بيبقى يعني ايه، يعني على استحياء بيصرف ببادجت بسيطه يعني، والباقي مارجن ربح. احنا لا، احنا بنصرف اكتر. انت بتتعامل ازاي مع الديفلوبر والبروكر؟ يعني مين اريح في التعامل؟ احنا مفيش تعامل بيننا وبين البروكرز بشكل مباشر. يعني البروكر مش عميل عندي، البروكر يعني طرف. انت مثلا انا ما اقدرش اجي اقول لك تعالى ننظم معرض مع بعض ترضاش؟ مش مرضاش. هرجع تاني اقول لك الكباستي، يعني ان انا الفتره دي عندي معرض او عندي مؤتمر كباستي فاضيه، لو الكباستي فاضيه واي نوت. ما عملتهاش قبل كده؟ لا كلها كانت معارض لصالحنا. يعني البروكرز بيبقوا طرف هام وطرف مساعد. اولا بيزود عدد زوار المعرض، وفي نفس الوقت بيزود مبيعات المطور. يعني زوار المعرض يزيدوا معناه ان في مبيعات زياده. بيعملوا مشاكل في تنظيميا وبيبقى ده في سيتي سكيب في عدم توازن في الحقوق وفي الكلام ده. بس في نفس الوقت خلاص ده البروكر هو اللي بيقود الماركت، فبالتالي هو جزء لا يتجزأ من اي حاجه هتتعمل في السوق، يعني فما ينفعش ان احنا نمنعه. بس في نفس الوقت احنا من الشركات بقى اللي بتحاول تنظم العلاقه بين المطور والبروكر جوه المعرض. يعني احنا بنعمل قبل المعرض مؤتمر ونجمع فيه البروكرز اللي هييجوا المعرض ونقول لهم ضوابط الدخول وضوابط التنظيم فاهم قصدي؟ يعني مش بنترك بقى البروكر يعني ينطلق في المكان ويعمل اللي هو عايزه ويخترق، والبروكر الصغير والانديفيدوالز لا، يعني مش بنسيب، لان في الاخر ضوابط. المطور ليه حق عليا ان انا انظم له الموضوع صح عشان حقوقه. ايه مفهومك عن الشراكه؟ عملت شراكات قبل كده في الشركه شراكات؟ طبعا معاك شركاء؟ معانا شركاء وطول عمرنا بنشارك ناس. وحتى في الخليج بيبقى احيانا عندي ايفنت ليا شريك فيه، حتى لو شريك على مستوى الايفنت مش لازم في الشركه. يعني في اكتيفيتيز معينه بتديرها ازاي بقى؟ كل حاجه. احنا من الناس الواضحه قوي 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 فوق مما تتخيل. يعني بنحط اسوأ السيناريوهات والحقوق ما بيبقاش فيها حاجات مبهمه تماما، والواجبات وكل حاجه. يعني احنا لان لا انا عارف ان سمعتك طيبه يعني الحمد لله. مش احنا محتاج تبرير يعني. بيهمنا العلاقه الشخصيه قبل البيزنس. يعني لو انا داخل اتحد او اشارك حد في حاجه، انا بفترض ان احنا بقينا اصدقاء طول العمر. يعني فاهم خلاص. فانا ببني معاه الشراكه بناء على المفهوم ده. لو انت بتبني شراكه مع صاحبك
هتبقى بتحط كل الضوابط عشان ما تخسروش. فاهم صح. قصدي؟ فاحنا اي شراكه لينا عشان كده الحمد لله احنا صفر خساره علاقات. يعني ما عندناش مثلا حد شاركناه وحصل خساره في علاقتنا بسبب البيزنس خالص. احنا بنطلع يعني نخش في سلام ونخرج في سلام. فاهم قصدي؟ بغض النظر عن المكاسب والارقام. والخسائر والارقام. طيب انت شخص كرييتيف، عملت حاله مختلفه، ده اتقلب ازاي على حياتك؟ ولا ما اتقلبش؟ ولا بتعرف تفصل ولا ايه؟ ولا انت حياتك لا روتينيه جدا؟ لا بالعكس، هو انا مش منفصل الشخصيه خالص. انا انسان طبيعي في البيت، في السوشيال ميديا، مع اهلي، مع في الشغل، في الشركه، يعني انا هو نفس البني ادم اللي هتلاقيه في كل حته، هو واحد يعني. وانا عندي قناعه بتقول لي ان كل حاجه ينفع تتعمل بشكلها التقليدي وينفع تتعمل كرييتيف. فليه اعملها تقليدي بما ان ربنا منحنا دماغ تخلينا نعملها كرييتيف؟ فده بقى طبقه على اي حاجه يعني. يعني قول لنا حاجه اصلا كرييتيف عملتها في البيت كده. عندي مشكله كبيره تجاه فكره التقليد او النمطيه او التكرار او الحاجات العاديه يعني دايما عندي مشكله، بحاول حتى مع اولادي دايما يعني كل حاجه ليها حل، وكل حاجه ليها حل كرييتيف، كل حاجه ليها حل سمارت. مفيش حاجه اسمها دي بتتعمل بالطريقه دي، في طريقه تانية انت ما تعرفهاش دور عليها، اما هي ممكن تعمل بطرق كتير. فده قول لنا اقرب موقف في انت عملت كرييتيف بره الشغل. بره الشغل. يعني انا بره الشغل انسان يعني طفولي كده، او يعني كاجوال يعني. فاهم قصدي؟ يعني مش فاكر حاجه والله، بس يعني انا كنت في الاردن من فتره قريبه، من ايام يعني، وكانت دي اول مره اروح الاردن. يعني رحت زي الدوار سابع والدوار الاول والدوار التاني، ما انت عشان تلف وخدت الاردن لازم تلف في وخدت القهوه بن العميد طبعا، لا انا ده عملت الاكشاك مولع دي، بس انا عملت رحت الاردن. عملت حاجه يعني كانت بالنسبه لي كرييتيف او غريبه مم. او جديده. اني رحت البحر الميت، مم. واكتشفت هناك الناس بتروح عشان تدهن نفسها بالطين الاسود. الطمي. الطمي. ف... فقررت اعمل كده. فين بقى المكان اللي بتدهنوا فيه، وفين الطمي، وفين؟ فاهم قصدي؟ فده يعني في ناس بس لا ده مش كرييتيف، ده اي حد هيروح الاردن هيعمل كده. مش كتير والله. يعني كان معانا ناس ما اصدقاء رضيتش لينا تعمل. هناك. لا وليه يعني مش الاردن بقى حلوه من وجهه نظرك؟ شبهنا يعني شبه مصر يعني كده. تتوقع المرض هيعمل ايه؟ احنا ولا احنا صعب التوقع برضه؟ لا احنا اصلا مش عاملين هناك معرض، عشان ابقى واضح وصادق. احنا خوفنا نعمل معرض كبير ونكلفه نعمل معرض. غريب قوي ان انت هتقول ان انت خفت عادي كده بالجراءه دي، بس جامد لا والله. عادي بنقولها. قلت لك انا الدنيا عندي سهله، اي حاجه اعرف اقولها في اي وقت مع اي حد. يعني خلاص اتعودت على ده. مع كبار المسؤولين بنقعد ونقول احنا عندنا مشكله في الموضوع الفلاني، يعني لازم تساعدونا عشان احنا فاهم. فانا جريء شويتين يعني مع اي ليفل. انا وجرأتي دي بتخليني اتعامل مع اي ليفل باي طريقه. يعني بقابل وزراء وبقابل امراء وبقابل شيوخ وبقابل مستثمرين، بقعد معاهم يعني عادي. عادي جدا. يعني مم. ما بدلو مش هو كل الناس ليها طالما احترامها. يعني فاهم مش اللي اقصد هو، حاجه. يعني ما عنديش فكره اللي هو التفرقه الشخصيه، وده الامير فلان او ده سفير دوله كذا او بتاع ولا ما حاجه. عندكش الهيبه بتاعت اي خالص حد، خالص اللي خالص هو ما خالص خلاص اتكسرت تقريبا من تاني اتكسرت سنه او كتير. تالت سنه. عملت ده كتير. اه. قابلت يعني امراء وشيوخ ومستثمرين كبار ورجال حد بقى اعمال ليك علاقه بيه شخصيه، يعني ترفع سماعه التليفون تكلمه كده؟ كتير. عندي يعني امراء كتير اصدقائنا، لان هم لما عزمناهم وشافوا حجم الايفنتس بتاعتنا، هو بقى نفسه ما بقاش بقى الامير فلان. يعني خلاص بقينا اصحاب. على نفس فبسهوله الليفل. على نفس الليفل، لانه شاف انت قادر تقدم حاجه مش بالالقاب. يعني مش فاهم. هو دي صنعتك، وهو بالظبط بالنسبه لك امير، بالظبط. فعادي يعني، او مستثمر، خلاص عادي يعني. فقابلت يعني مئات حتى مش عشرات منهم في اماكن كتير في الخليج، واستضفت ناس هنا في مصر. واحنا عندنا ادواتنا. يعني انا الحمد لله عندنا ادواتنا و... وبفتخر بده ان احنا شركه مصريه، وان احنا شباب مصري وعندنا ادوات هو انتوا محدش. فرعكم فين بقى؟ احنا عندنا فرع في الرياض وفرع في القاهره. فين في القاهره وفين في الرياض؟ في الرياض في طريق الملك عبد العزيز، وفي القاهره في التجمع الخامس بس. مم. فادواتنا دي جرأتنا وخلتنا نشتغل. وزي ما بقول لك احنا في شركات بره وفي ناس بره فاهمه ان احنا الحكومه. يعني اسمار دي شركه حكوميه بتسوق ايه للعقار العصر ده؟ المصري في الخارج.
تصدير وده العقار. اه اصل انتوا دايما برضو عليكم مصطلحات كده تخوف، هو انتوا تبع مين، هو انتوا بتعملوا ايه، فاهم؟ يعني زي من موضوع الاردن ده اللي انت لسه ما كملتوليش، لما قلت لي انا خايف ان انا اعمل معرض، فانت عامل ايه؟ عامل هو ندوه احنا ثقافيه مثلا؟ لا لا عامل لا, ايه؟ لا احنا كنا رايحين نعمل معرض. احنا عملنا سيرفيز على الاردن ودراسه، لقينا ان احنا جاليه رقم 2 بعد السعوديه. الجاليه المصريه في الخارج يعني حجما، الاردن رقم 2 الجاليه المصريه هناك. في نفس الوقت المشاكل اللي تمت في فلسطين وفي لبنان وفي العراق ادت ان الاردن بقت هب للجنسيات دي منذ سنوات. فبقى فيها اوبورتونيتي عاليه. عندك حجم جاليه مصريه تقريبا مليون مصري مقيم، وعندك يعني اجانب كتير جدا او غير اردنيين يعني عايشين هناك، وعندك الاردنيين نفسهم. في نفس الوقت احنا بلد ما فيش بيننا وبينها تاشيره مفتوحه، وعلى بعد ساعه بالطياره. ففيها كل العوامل النجاح. يمكن بس فئه المصريين اللي هناك متعدده وكذا كذا ليفل عماله يعني. ومش عارف ايه بالظبط. فبس فرق العمله مغري جدا. يعني انت الدينار الاردني ب 70 جنيه، وبالتالي بعد التعويم ادى ان فئات كتير تقدر معاها تشتري. تقدر تشتري وتقدر تقسط وتدفع مقدم، وبيشتروا بالفعل. بس ممكن يكون ثقافته في الشراء بيشتري في الاقاليم، بيشتري في البلد اللي هو منها. بس منهم اجيال تانية بدات تشتري في العاصمه وفي التجمع وفي الساحل وفي الكلام ده كله. في نفس الوقت رؤوس اموال كتير اجنبيه هناك، من العراق من فلسطين من لبنان، الدول المجاوره، بدل ما كانت محطوطه كلها في الاردن بدات شركات وتجار ورجال اعمال. الوضع السياسي غير امن وغير مستقر، فبدا بالنسبه له لا طب خلي ايه يعني في سكند هوم وفي سكند بزنس في الامارات في مصر في الدول اللي ايه العربيه القريبه يعني. امم فاحنا بعد كل المؤشرات دي لقينا ليه ما تعملش ايفنت مصري على ارض الاردن من زمان. ممكن يكون زمان كان الامور اصعب والعمله كانت عاديه فاهم، والوضع الامني كان شويه مستقر اكتر من كده. فدلوقتي لا، فرق العمله مع الوضع الامني مع السياسات الدوله بتاعتنا اتغيرت مع توجه الحكومه. يعني يعني في في كذا حاجه، في كذا عناصر معامل جديده حصلت خلال الثلاث اربع سنين بالذات اللي فاتوا، ادت ان الاردن اصبحت ارض خصبه جدا لاقامه حدث عقاري مصري كبير. خوفنا من التكلفه، لقينا عشان نعمل معرض عقاري كبير هنصرف ارقام يعني ملايين كتيره جدا، ودي ممكن تحقق لي مخاطره بيني وبين المطور في الاخر هيدفع لك رقم كبير برضو عشان يشاركك في المخاطره دي. واحنا كلنا ما عندناش مؤشرات ايه النتائج اللي ممكن تتم يعني هنوصل لايه بالنتائج. يعني لو بنعمل معرض في الخليج احنا عارفين عارفين نتائجه. وعارفين يعني عارفين هيستوري، والخليج بيستحمل وفيه مصريين كتير والملاءه الماليه والكلام ده. اما في الاردن بس، فقلنا واي نوت نعمل ميني معرض سيلز ايفنت صغير يشارك فيه المطورين، بس يكون الكوست بتاعه قليل. منها احنا بنختبر وبنشوف زي ريد شو يعني. حاجه زي كده. مم. منه هنطلع نعمل بقى الايه الاكبر، النسخه الحدث. الاكبر، بس نكون عارفين احنا بنخاطب مين. يعني انا ما عندناش احصائيه واضحه في مصر بتقول هو الاردني بيشتري في مصر بنسبه قد ايه، مش مبهمه. طب العراقي، طب الاحصاء دي مش متداوله في مصر. فاحنا قررنا ان احنا نخترق البلد ونكون احنا الشركه اللي بتفتتحها، ونعمل الايفنت اللي يدينا المؤشرات اللي تخلينا لما نيجي نعمل النسخه الاكبر نبقى عارفين نقول هنروح هننفست فين. فين وما خاطرش بالمطور. صح. بس الحسيني بقى ماله. ما حسش في مره كده ان هو لا كفايه، انا فشلت، انا مش هقدر على الموضوع ده؟ يعني اكيد انا عندي اخفاقات كتير حصلت في حياتي، بس عمري ولا مره قلت لا كفايه. يعني احنا عايشين عشان نسعى. انا عندي قناعه ان انا قادر اقدم حاجه للمجتمع بتاعي وللشباب وللشركات والاشخاص اللي في مجالنا واللي بره مجالنا. فما فيش حد قادر يقدم جديد هيقول كفايه طول ما قادر يقدم. انا يعني ممكن اقول لك ان انا افشل لما بقى مش عندي جديد خلاص كده. انا كحسيني من ناس كتيره عمرها ما بتقدم جديد، هي شغاله شغل النمطي ومعتاده عليه يمكن انا شخصيتي مختلفه. انا لا، انا بحاول اقدم الجديد، فاهم. فلو جيت في مره توقفت عن تقديم عناصر جديده في حياتي على مستوى الشخصي او المهني هشعر ان انا هنا ما فشلت يعني. ازاي بتبقى قادر في اي وقت تعمل بوزيتيف في السوشيال ميديا بتاعتك؟
اعمل بوزيتيف. يعني بتكتب كلام بيحمس الناس يعني انا عمري اولا ما كتبت حاجه، يعني حد كاتب حاجه فخدتها حطيتها، او توجهت توجه فلان او سيلبرتي فلاني او انفلونسر او كده. انا بكتب الكلام اللي انا خطر على بالي دلوقتي. انا قابلت سحارتي النهارده واتعلمت حاجه منه، او حاجه حصلت جديده في يومي هتكلم فيها. يعني فاهم قصدي؟ هتكلم انت فيها. شخص ايجابي بالفطره، يعني برضو البلد مليانه سلبيات، وبيوتنا مليانه سلبيات، وشغلنا مليان سلبيات. فلو احنا قعدنا نغني بس في السلبيات مش هنخلص، هنحبط يعني. فحلو ان حد واثنين وعشرة في مجتمعهم على مستوى العائله ومستوى شغلهم يكونوا ده مش معناه ان هو عنده حياته ايجابيه خالص. احنا بيبقى عندنا مشاكل وبلاوي، ومع ذلك غصب عني لازم يعني اقدم حاجه بوزيتيف، يعني اساهم. احنا كلنا نفسنا نساهم ونساعد ونطور من المجتمع، فما بنعرفش نعمل ده عشان وقتنا قليل. فممكن يكون طريقتك وشويه الكونتنت اللي بتتكلم فيهم، او ايفنت حضرته، او كلمه قلتها لحد، تبقى دي المساهمه اللي انت قادر تقدمها يعني. قدمها بوزيتيف، يا اما ما تقدمهاش يعني. سحارتي هيعمل معرض بكره، ايه الثلاث نصايح اللي تقولهم له؟ او اي حد عايز يعمل معرض بكره، 3 نصايح قولهم له في الكاميرا. اي حد عايز يعمل معرض، اولا تعالى الاسمار. استعين بشركه تنظيم ايفنتس، عشان لو تعالى العيش يعني. لخبازه. لا، احنا ناس كتيره جدا بتطلب مننا ان احنا نعمل لها معرض، بنرفض، مش شغلنا يعني. في شركات بتاعت تنظيم ايفنتس، احنا شركه تنظيم ايفنتس لصالحنا، مش للغير. فما عندناش غرض تجاري يعني. فاول حاجه روح لصانع المهنه دي، استعين بيه. الحاجه التانية، اختار كل عوامل النجاح، لان في مثلا معارض بتتعمل في اماكن انا ببقى عارف المعرض هيفشل، او في توقيت غلط، او معمول لاغراض. يعني انا من ضمن الكوميديا بدون ذكر اسماء، كان في شركه بروكريدج بتفتح، يعني تبع حد من اصدقائي يعني. بقول له انت هتعمل معرض ليه؟ هو بيقول لي انا اعمل معرض. على فكره كتير قوي من المعارض اللي بتتعمل بييجوا يستشيروني على المستوى الفريندلي يعني، وبقعد معاهم اديهم كل النصايح اللي اعرفها يعني. عمري ما بخلت بمعلومه لحد يعني، وحصلت معايا. فبقول له انت بتعمل ليه معرض؟ قال لي عشان عندي هايرنج الفتره الجايه كبير، فعايز اعمل معرض الم عليه موظفين. عارف يعني، هو المعرض مش هو الهدف الاساسي، هو عنده تاسك تاني، والمعرض طول هيحققها له. فاختار عوامل النجاح كامله صح يعني. الموضوع ده بيتعمل بدراسه، كل حاجه بتتعمل في توقيت وفي ساعه وفي مكان، والسيجمنت والكامبينز والمسجز والبادجت والاودينس والديفلوبرز. فاختار عوامل النجاح صح يعني، واتقي ربنا. كلمتني من شهرين 3 كده، قلت لي انت بتصور فين؟ انت عايز تصور، انت تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه في الاستوديو؟ كلمتني علشان تعرف الاستوديو تعملوا ايه في الاستوديو. ده سؤال يعني. احنا كنا عايزين نوثق رحله المهندس فتح الله فوزي. تعملوا حاجه. المهندس فتح الله عنده يعني ستوري عظيمه، ولازم تتعمل، لازم تتوثق في كتب وفي بودكاستس وفي فيديوز وكده. فاحنا يعني طلبنا منه ده، ان احنا نجتمع بيه عدد ساعات كتير عشان يكلمنا من وقت الطفوله لحد النهارده عمل ايه. خلصتوا؟ هتنزل يعني؟ احنا خلصنا تصوير وبننشر في الحلقات الفتره دي. كويس. بس الموضوع كبير عنده، خدنا وقت طويل في التصوير وفقرات كتير وحلقات كتير. فالموضوع انت بتحاور؟ انا اللي بحاوره بس ما بطلعش معاه في يعني انت ورا الكاميرا بالظبط. بس انت اللي عامل انت اللي بتحكي يعني، وهو اللي بيجاوب يعني. بالظبط. خطير. ربنا يكرمكم فيه، وان شاء الله. انا انبسطت جدا معاك. الحلقه خلصت. سعيد جدا ان انت كنت معايا في حلقه. انا اللي اسعد والله. ستوب جيت ستيب إليت ستيب إليت. عادي كده بقى من الاول. هنخش نعمل لقطه في المجال ده، سهله مش حكايه مش روايه. تعبنا زميلي بس لسه مش كفايه، صعب توصل بس اللقطه في مستوايا. وانت لفستك من البدايه، احنا المجال مجالنا، تشوفنا بس حتى في المجله واجهه وعارفين مقامنا، عاملين حساب مجالنا. مش فاضيلك للكلام ده ومش بطيئك مش بجاملك، فكك من املنا بكره لا مفيش مكالمه. ويت معايا بالك ديل على الويت، عندي ديل كويس لو مكانك اشتريت. كفايه زهقت منكم رفضت الفكره انا مليت. يا عم اسمعني واهدى قول لي بس الفكره ايه. الفكره بس في الفكره، انت بتسمعنا فبتدفع، معاك فلوس تستثمرها، عليك ديون تسددها، ترمي اساس تسددها، مدرسه جديده اسسها، الثقه فن بفرسها، الشغل سهل استحوذها.